مساء الفل. نفكنا من الهرتله التحكيميه اللي حصلت امبارح وتعالى نتكلم شويه عن الماتش، نتكلم على جوميز ونتكلم على اللعيبه. اول حاجه ناخد اللعيبه لعيب لعيب. احنا اول مركز كده حراس مرمى، احنا ما عندناش حراس مرمى ولا عواد ولا صبحي، الاثنين خربانين، الاثنين عايز اللي يساعدهم. فانت عايز على الاقل حارس مرمى تقيل والاثنين دول احتياطي، واحد منهم يمشي واحد يقعد احتياطي. عواد يتكل على الله بعد اللي عمله امبارح دوت، والمفروض ان هو راجل كبير وسنا وخبره وكل حاجه، المفروض يهدي الدنيا. لا مش كده خالص، المفروض يتكل على الله. صبحي يقعد احتياطي، نجيب حارس مرمى تقيل. خلص على كده حراس المرمى. نكمل. عندك لعب باك يمين شحاته ومسلوسي، الاثنين ماسكين نفسهم واقفين على الكوره، بيباصوا كويس الى حد ما. شحاته ترش رجله من الكوره، رجله وحشه من الكوره، مفيش باص كتير، الدنيا ممسوكه. خد النص الثاني من الدفاع، سواء حسام عبد المجيد على الله ان شاء الله، مفيش كوره تطلع من رجليه صح، مفيش ماتش يطلع من غير غلطه، لازم كل ماتش غلطه، وغلطه بجون، غلطه بفوره. هتقول لي صغير 23 سنه، 23 سنه ده يعني المفروض اللي لعيب كويس لما يتم 35 سنه هو لعيب كويس، ولا هو المفروض اصلا من بدايته؟ ما محمد شحاته عنده 23 سنه، شحاته وماسك نفسه ما شاء الله ولعيب كويس. ولا احنا اللعيب الكبير عندنا اللي بقى عنده 27 سنه 28 سنه يقول لك اه والله ده لعيب كده زي الفل كده وصل للنص عمره مثلا؟ لا. نضاي برضو مش مكانه، بيسرح عند ال 18 وخارب الدنيا ولا عارف يطلع له الكوره من رجله صح. هما الاثنين كده وحسام عبد المجيد خاربين الدنيا. اطلع قدام شويه بقى. دونجا اول حاجه مفيش كره بتطلع من رجله صح، مش بتاع فتح لعب، ده اول حاجه. تاني حاجه هو مش طارق حامد، فلازم حد يسند جنبه دفاعيا بنسبه 50%، لان هو ما يقدرش يشيل خط نص دفاعي لوحده. طارق حامد بينجم اي حد جنبه، يعني كان ملمع ساسي، كان ملمع امام عاشور، اي حد بيلعب جنبه بينطق وبيلمع، لان هو مش مطلوب منه يرجع ده بنسبه 50%. لكن دونجا لا، عايز حد يسند معاه 50%. دونجا ما يقدرش يشيل خط نص دفاع لوحده. خلاص. جنبه زياد كمال فخاده مش فخاد لعيب كوره، او فخاد لعيب خط نص، يعني هو عنده مشكله في الفخاد، وعنده مشكله في السرعه، وعنده مشكله في الباصه. فهو مش الضجه والبروباجندا اللي اتعملت عليه والعقد والثلاث سنين، ولو جاله عقد ما يعرفش منه يمشيه ويروح فين ويجي منين، ده لابسه. يعني هو زياد كمال ده هو لابسه. يعني مع احترامي الناس اللي بتقول لك ده مستقبل خط النص، لا هو مش مستقبل اي حاجه خالص، ده يلعب في حرس الحدود في الترسانه حلوه عليه. لكن ان هو يمسك خط نص الزمالك او يبقى تقيل يمسك يلعب اساسي في الزمالك، لا ما اعتقدش خالص خالص. اطلع قدام شويه. عبد الله السعيد، علي ماهر امبارح كان متربس لعيبه في خط النص، كان فاصل خط النص بتاعنا. فعبد الله السعيد مفصول، ده رقم واحد. رقم اتنين مفيش كوره بتجيله، فيعمل المفروض ايه اللي يتم من جوميز ومن عبد الله السعيد؟ ان عبد الله السعيد يسقط ورا ياخد الكوره ويطلع بيها تاني عشان يفتح ملعب ويفتح لعب. لكن عبد الله السعيد كان رامي نفسه في حضن الزحمه اللي كانت موجوده، ما سلكش نفسه واتحرك يمين وشمال او يرجع ورا ياخد الكوره ويطلع بيها يبني هجمه. لا، هو كان رامي نفسه في مركز 10 ورامي نفسه عند الزحمه. فعشان كده مستواه امبارح كان وحش جدا جدا جدا. عبد الله السعيد. زيزو برضه مستواه كان وحش قوي، مش مركز، بيلعب مش ملوش نفس يلعب تقريبا، مش مركز، يعني قليل قوي 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 لما تلاقي زيزو بره الفورمه بتاعته. فهم الاثنين كانوا وحشين جدا، ودي جراءه من جوميز ان مفيش حد مدرب يقدر يطلع زيزو وعبد الله السعيد، او بالاخص زيزو يطلع ولو برجل واحده ما يطلعش من الملعب. لكن هو لا، طلع الاثنين، ما خافش من عواقب اي حاجه، ولا خسران واحد يبقوا اثنين يبقوا ثلاثه، ما عندوش اي مشكله، اللي وحش يطلع بره. فجوميز بصراحه ذكر في الحته دي. ناصر منسي هو تقريبا كان بيلعب في بطوله بيبسي او بطوله اي حاجه ملاش عايزه، يعني هو تقريبا في مشكله عنده في يعني هو بيلعب او بيلعب في مركز غير مركزه. هو مش راس حربه، هي الكره بتجيله يبصيها لهم، يعني هو مش شايف هو فين، ومش شايف مين اللي جنبه، ومش شايف هو بيلعب لابس تيشيرت لونه ايه، والمنافس بيلعب بتيشيرت لونه ايه، هو مش عارف اي حاجه، هو مغيبب ضارب حاجه ففصل عن الكون. خلاص. مصطفى شلبي هو ايه؟ القبض على عاطل، يعني مثلا ايه ينتحل شخصيه دكتور امراض نسا، هو نفس الموضوع، هو القبض على العاطل ينتحل شخصيه لعيب كوره. هو مش لعيب كوره، ده الكوره يعني انت لو سبته كده يروح انفراد هيروح عند جول ويرجع تاني، يلف ويرجع تاني، ما عندوش اي مبادئ هو ظلمه اللي خلاه يشوط اي حاجه مدوره، يعني هو اتظلم بصراحه. فاحنا مش مالناش ذنب ان احنا نشيل يعني ظلم ناس ما مالناش فيه. فبصراحه مش لاقي له، يعني مش لاقي له عذر ان هو يبقى موجود في الزمالك او بيلعب في الزمالك. جوميز بقى، يعني محمد عاطف ومهاب ياسر اوحش من مصطفى شلبي؟
يعني بمستوى، يعني ده انت لو جبت اتنين من الشارع او اتنين من الناشئين يبقوا احسن مصطفى شلبي. فاعتقدش ان مصطفى شلبي دوت في حد يعني اسوأ منه، هو اسوأ حاجه خلاص، يعني اسوأ حاجه موجوده في الكون. فاي حد هيلعب هيبقى احسن مصطفى شلبي. انت بتموت الجبهه، يعني هي اصلا ميته انت بتموتها اكتر. نضاي ومصطفى شلبي الاتنين مع بعض لا ده كده خربت خلاص. فانت نزلت اوباما ونزلت نيمار، ظبطوا الدنيا شويه، لعبوا كره على الارض برفعه، جابوا جون، خلصوا الدنيا. اتاخر في التغييرات امبارح جوميز، اتاخر في التغييرات حبه حلوين خلاص. ده اللي اتاخدوا عليه، التغييرات متاخره. تاني حاجه ما بيرميش لعيبه جديده، هو مسيطر على الكام لعيب بيلعب معاهم. اهم حاجه يبقى رجله في الملعب، عنده لكنه بدنيه شغاله يلعب، غير كده ما بيلعبش. طب جرب مهاب ياسر، كده كده خربانه معاك، جرب بقى مهاب ياسر، جرب محمد عاطف، جرب اللعيبه اللي موجوده ما بتلعبش. طلع حد من الناشئين، نزل سيف جعفر. سيف جعفر ما بيلعبش ليه؟ نزله يلعب مكان زياد كمال. ما اعرفش هو قافش على الحاجات دي، فلازم تتغير. لازم بقى خلاص، انت كده انت الدوري كده كده خلاص راح، يعني احنا بننفخ في قربه مخرومه او بنأمل في حاجه مش موجوده. فخلاص بقى ابدأ عشان الموسم الجاي ما تعرفش في قيد ولا مفيش قيد، مشي لعيبتك، طلع ناشئين، طلع من اللعيبه اللي انت جايبها الكتير اللي انت جايبها اللي ما بتلعبهاش، ومشي الدنيا عشان تعرف انت لو الدنيا قفلت معاك ومفيش قيد هتعرف تمشي ازاي الموسم الجاي. شكرا.